بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قصة أغرب بئر في العالم، وهو موجود في إيران. هذا البئر اسمه بئر جمكران. يقول ملالي إيران أنه هذا البئر فيه الرئيس الشرعي لإيران، فيقولون في هذا البئر فيه الإمام المهدي، والذي يخشى الخروج لأنه جبان، كما يقول هم الذين يقولون هذا يعني. فهم يقولون أنه نفعل كل هذا، جيش إيران وميليشيات إيران والحرس الثوري الإيراني يقول نفعل هذا بتكليف وبأمر من المهدي الموجود داخل البئر. طيب تعالوا الآن نشاهد نموذج لأحد المؤمنين بأن المهدي موجود في البئر، وهو بيضع له رسالة وهيقرأ عبارات مهمة جدا. هذه العبارة يقول للمهدي: أنت خليفة الرحمن، يعني المهدي ده نائب ربنا على طول، هو ممثل الله، وشريك القرآن، أنه معه قرآن آخر غير القرآن اللي بين أيدي المسلمين. طيب، والمستشهدين بين يديك، وركز على دي جدا. طيب تعالوا الآن نشاهد هذا الفيديو. الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك المستشهدين بين يديك. طبعا هنا أيضا شباب إيراني، شباب عراقي إلى آخره، لأن الموضوع طبعا ملال إيران بيستخدمونه في النصب وتربح الأموال يعني، وأدى إلى انتشار إلحاد في إيران، ويعني الأمر مسيء للإسلام جدا يا جماعة. فهنا في ناس بتنظر يعني بتشوف المهدي موجود فين هو. هنا مثلا ده واحد ولا ونساء إلى آخره، ويأتون من كل العالم إلى هذا البئر يعني. هذا البئر موجود في قم في إيران. فالملالي إيران يقولون أن المهدي لما يخرج سيقودهم بجيشه ويتجه إلى تركيا، يحتل تركيا، لأن تركيا أصلا لم تفتح، ويقوم باحتلال اسطنبول. ونحن كي المهدي يخرج من الكذا لابد ان احنا نبدأ نعمل أنشطة شيعية في تركيا، ونبدأ نسيطر على مساجد، ونبدأ نعمل جمعيات أهل البيت إلى آخره. وإيران فعلا نشطة في ذلك في داخل تركيا بالفعل. لابد ان احنا نسيطر على العراق، سيطروا على العراق فعلا. نسيطر على سوريا، سيطروا على سوريا. نسيطر على لبنان، سيطروا على لبنان. سيطر على اليمن، سيطروا على اليمن. المفروض انه هيسيطروا على الكويت وهيسيطروا على السعودية، لأنه الهدف هو هدم الكعبة كما تقول العقيدة الإيرانية المجوسية، وسنأتي لها. وطبعا كل دول الخليج يعني قطر، الإمارات، عمان، باكستان وغيرها، حتى أذربيجان لم تسلم أيضا. هنا يا جماعة أحد المعممين اهوت، ده له قناة على اليوتيوب فيها 2 مليون مشترك، وهو عراقي يعني. وبعدين ذهب إلى إيران وقال لهم أنا عندي البئر اللي فيه المهدي تحت. تضع الرسالة بتوصل تحت الأرض وبتوصل للمهدي. وبعدين هنا كتب اهوت رسالة وبيقول: تعالوا واشتروا الورق، لو ورقة من بيتك لا تصح، لابد تنفع ملال إيران وتذهب للمسجد إلى آخره. تعالوا نشاهد. وهذه العريضة هنا تباع بتومان واحد نسختين، فلا تقصروا إن شاء الله بالمجيء إلى هذا المكان. وبالإضافة إلى أنه هذه الأماكن أصبحت كعبة غير الكعبات. أنت ستجد في العقيدة المجوسية الإيرانية أنه دائما هناك شيء بديل لما هو في الإسلام. إذا كان فيها الله فإحنا هنجعل فيه علي، دائما نقول يا علي ولا نقول يا الله. إذا كان فيه الرسول فهيبقى فيه المهدي. إذا كان فيه القرآن سيكون مع المهدي مصحف فاطمة أهم من القرآن. إذا كان فيه أي حاجة، إذا كان فيه كعبة فإحنا عندنا أيضا هذا البئر، ولدينا ضريح فلان ومقام الإمام فلان ويحج إليها وقربلاء وغير ذلك. فهتجد كل شيء له بديل يعني. فهم بيستفيدوا طبعا، له أهمية عسكرية يعني. هذا البئر له أهمية عسكرية ودينية في الحفاظ على النظام الإيراني الحاكم حاليا. طيب هذا البئر ما قصته وأهميته العسكرية؟ لابد نرجع 1200 سنة. تقول الرواية المجوسية انه كان في طفل اسمه محمد وهيسموه المهدي، وانه الخليفة العباسي كان يريد ان يقتله. فماذا يفعل؟ راح نزل في مغارة، نفق تحت الارض واختبأ. من يومها حتى يومنا هذا لم يظهر، وان هو كان يستحق ان يكون خليفة المسلمين، وهو السلطان، وهو الامام، وهو حي يرزق، لم يمت 1200 سنة بدون طعام ولا شراب ولا غيره يعني. وهو نزل في السرداب في العراق. طيب فإذا الرحلة بتاعت الأخ ده بدأت من سامراء،
وهو نزل تحت الأرض، حفر الأرض ونزل في وصل لمدينة قم في مسجد جمكران أو منطقة اسمها جمكران، ضاحية في قم يعني. والمسافة دي حضراتكم 1000 كيلو متر تحت الأرض. والله الراجل اخترع متر الأنفاق، حل المشاكل يعني، وعبر الجبال، كل ده تحت الأرض. القصة كيف نشأت وأثارها العسكرية اليوم والسياسية الآن، وانهيار الدول الإسلامية بسبب هذه القصة، ولماذا المخابرات الأمريكية قامت برعايتها وإحيائها من موتها. تعالوا ننظر على هذا الرسم، الحكم في الإسلام والصراع على الحكم في التاريخ الإسلامي. كما نشاهد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاكم في التاريخ الإسلامي. الرسول ربنا اختاره. طيب خلفاء الراشدين الأربعة إذا نظرنا هنا نسبهم هنجدهم إن هم جميعا أبناء واحد اسمه كعب. وكعب مثلا خلف مرة وخلف تميم وخلف تيم، وتيم ده جد مين؟ سيدنا أبو بكر. وخلف كلاب وقصي، وبعدين عبد شمس أمية اللي هم بني أمية، وبعدين سيدنا عثمان. وهتجد إنه خلف في الآخر عبد الله أبو الرسول، وخلف أبو طالب عم الرسول، وبعدين سيدنا علي. وكعب أيضا خلف عدي، وبعدين في النهاية ده جد عمر بن الخطاب. إذا نظرنا في هذه الرسمة فسنجد أن معيار تولي الحكم هو عملك، كفاءتك، وليس نسبك، ليس درجة قرابتك للرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر الصديق كما نشاهد هنا هو قريب بعيد جدا للرسول، يعني يلتقي معه في الجد مرة. بينما سيدنا عثمان اللي هو أقرب للرسول يلتقي معه في عبد مناف لم يتولى الحكم. علي بن أبي طالب اللي هو يلتقي مع الرسول في جده عبد المطلب لم يتولى الحكم. لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق طبعا أهم وأقوى وأكثر علما وأكثر دراية وحكما وسياسة ودراية بالقرآن والتفسير، طبعا سيدنا أبو بكر يعني. لما توفى سيدنا أبو بكر هنجد الحكم انتقل إلى عمر بن الخطاب، وأيضا هو بعيد جدا في القرابة عن الرسول، يلتقي مع الرسول في كعب. طيب ولما استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطبعا لا تقام كربلاء لعمر بن الخطاب رغم أنه أمن من الحسين يعني رضي الله عنه، هينتقل الحكم ليس لأقارب عمر بل هينتقل إلى عثمان بن عفان، فرغم أن عثمان قريب لعمر في الجد كعب. ولما يستشهد سيدنا عثمان بن عفان هينتقل الحكم إلى علي بن أبي طالب. هنا علي طبعا يلتقي مع عثمان في عبد مناف. فإذا فترة الخلافة الراشدة لا يوجد شيء اسمه أنا أحكم لأنه أنا دمي أقرب دما للرسول. الإسلام فيه الناس سواسية والناس بالعمل. دي أول 40 سنة. طيب هيأتي بعد ذلك حكم الدولة الأموية. الدولة الأموية أيضا ستستمر في تطبيق هذا المنهج، أننا نحكم ليس بسبب صلة قرابة بل لأننا الأقدر على حمل رسالة الإسلام، وهم فعلا فعلوا هذا يعني بنسبة 90%. ننظر على هذه الرسمة هنجد عبد مناف هيكون منه نسله من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هنا عبد مناف هو جد الرسول، عبد مناف هو جد الحسين، عبد مناف هو جد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، عبد مناف هو جد معاوية بن أبي سفيان، عبد مناف هو كل الخلفاء الأمويين والعباسيين كلهم من عبد مناف، إلى أن جاء السلطان العثماني سليم الأول رحمه الله وأخذ الخلافة من القاهرة، فانتقلت الخلافة إلى المسلمين الأتراك. طيب احنا يهمنا الأمويين اللي هم مين؟ معاوية. هنا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا سيدنا معاوية يقرب إلى الرسول. رملة أخت سيدنا معاوية هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أم سلمة رضي الله عنه. احنا فاتنا ان احنا نقول لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، قتلت عثمان هم الذين لعبوا الدور الأكبر في تنصيب سيدنا علي خليفة للمسلمين. هم أخذوه إلى الكوفة، وهم كانوا قد طردوا الوالي لسيدنا عثمان، يعني كل ما سيدنا عثمان يعين لهم والي يمنعون دخوله، فأصبحت الكوفة متمردة عسكريا. الصح طبعا سيدنا عثمان كان يرسل لهم جيش ويعني يقوم بتأديبهم الأدب المحترم، لكن سيدنا عثمان للأسف كان لين. فهؤلاء القتلة قاموا بقتل سيدنا عثمان، يعني انقلاب عسكري، وقاموا بدور كبير الأساسي يعني في تنصيب سيدنا علي.
طيب هذا طبعا أدى إلى أنه الكثيرين من الصحابة يرفضون الانضواء تحت سيدنا علي، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وده من كبار الصحابة من العشر المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام من العشر المبشرين بالجنة وهو ابن عمة سيدنا علي، وطبعا سيدنا معاوية بن أبي سفيان. طيب هيجي بعد كده هيجي لنا بقى احنا ايه الأمويين. الأمويين نسبة إلى أمية، أول واحد يحكم فيهم مين؟ معاوية، وبعد ذلك هيورث الحكم لابنه يزيد، ويزيد سيورث الحكم إلى ابنه معاوية الثاني. هو لما حكم قال أنا لا أحكم لأنني لي دم مع الرسول، أختي كانت زوجة الرسول، أنا ابن عم الرسول لأنه من نفس العائلة، عائلة عبد مناف. إنما سيدنا معاوية قال أحكم لأني الأقدر والأقوى على الحكم. هو كان فارس وقائد جيوش، فتح مدن عدة، مدن الساحل في الشام، فتح جنوب الأناضول جنوب تركيا اليوم، فتح قبرص، كان سياسي بارع وماهر، كان أهل الشام يحبونه كثيرا. فسيدنا معاوية حتى لما ورث الحكم لابن يزيد، ومش عايزين ندخل في هذا، إلى ابن حفيده معاوية الثاني، لم يعمل على إيجاد صفة شرعية دينية. لم يقل الرسول أوصى بأن الحكم لمعاوية، لم يقل أنا خالي المؤمنين. وهو في ناس يدافعون عن سيدنا معاوية يقولوا لا يجوز سب ولا لعنه لأنه خالي المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين زوجة الرسول. طيب المهم معاوية الثاني هذا هيتنازل عن الحكم ويقول أيها المسلمون اختاروا ما شئتم، فيفشل المسلمون في الاختيار، وبعدين هيبقى له واحد عمه اسمه الحكم من بني أمية أيضا. فالحكم أهل المدينة طردوه فذهب إلى الشام. الشام أصلا كانوا يبحثون عن واحد من بني أمية، فذهب وحكم، وابنه هيكون الخليفة مروان، ومروان هيخلف الوليد بن عبد الملك اللي فتح الشام. أي نظام حكم كما نعلم له معارضة، في الغالب المعارضة بتكون 30% من السكان، تزيد أو تنقص إلى آخره. ولما يكون نظام الحكم فاسد تكون المعارضة ثلثي السكان، أو يعني يزيد أو ينقص. فالأمويين لهم معارضون، فهؤلاء المعارضون كي يسقطوا الأمويين لابد أن يختاروا قيادة. طبعا الأمويين هم أصحاب شرف وأصحاب مكانة وأصحاب قيادة وأغنياء وتجار. يعني الأمويين لهم تاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام، فهم يعني بالنسبة لقبائل العرب حاجة كبيرة جدا، وناس أهل سياسة وكياسة يعني. وهذا يفسر لنا حتى لما معاوية الثاني استقال، أهل الشام لجأوا إلى شخص آخر من بني أمية قال له تعالى، فأعاد تأسيس دولة من جديد اللي هو مروان، وبعد كده ابن عبد الملك ابن مروان، وبعدين هيكون منه ابنهم الوليد بن عبد الملك اللي فتح الأندلس وفتح باكستان وفتح آسيا الوسطى إلى آخر ما هنالك يعني. فإذا الأمويين كان سمعتهم قوية جدا، محبوبين من الناس إلى آخره. فالمعارضة هنا لابد تلجأ إلى بيت أو قبيلة أو نسب يعتقد الناس أنه قد يكون أعلى من الأمويين، فيتجمعوا فين؟ حول أقارب الرسول. لدينا أحفاد علي بن أبي طالب اللي هو الحسن والحسين وأوزراتهم، أو عم الرسول سيدنا العباس رضي الله عنه وأولاده. فبدأت المعارضة تقول لا، الأحق بالحكم، انظر بقى التدليس، أن الحكم يجب أن يبنى على صلة الدم بعد أن كان يبنى على الكفاءة والأقدر. أبو بكر أكفأ وأقدر من سيدنا عمر، وسيدنا عمر أكفأ وأقدر من سيدنا عثمان، سيدنا عثمان أكفأ وأقدر من سيدنا علي، وهكذا، وسيدنا معاوية أكفأ وأقدر من الموجودين في وقته، وهكذا. فبدأت المعارضة تذهب إلى سيدنا الحسين، وده اللي حصل في حالة تولية يزيد، أن المعارضة أهل الكوفة ذهبوا أرسلوا سيدنا الحسين تعالى، يعني هم يبحثون عن قائد. فلما جاءهم القائد خانوه، يعني قتل سيدنا علي في الكوفة، قتل سيدنا الحسين هناك، الخوارج طلعوا من هناك، يعني حاجة. فما الذي حدث؟ فكل ما تيجي معارضة الأمويين تلتف حول شخص من الأقرب للرسول، وبدأوا ينظروا أن الأحق بالحكم هو الأقرب دما للرسول. فبقت المسألة يعني يريدون تحويل المسألة إلى بيت ملك، وهذا طبعا فكرة فاسدة وضد الإسلام، والأمويين حتى ما فعلوها يعني. فإيه اللي هيحصل؟ هينتهي هذا الأمر اللي أحفاد الأمويين سيتشاجرون، فالدولة هتضعف وتنهار. في هذه الحالة هيقوم أحفاد العباس، هذا هو العباس عم الرسول، أحفاده عبد الله، علي، محمد،
وبعدين أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور. هيبدأوا يدعوا الناس إلى أن احنا أحق بالحكم بالخلافة لأننا أقرب للرسول، وسيقولون ندعو إلى الرضا من آل محمد. وهذه بداية التشيع. الرضا يعني من يرضاه الناس، من ينتخبه الناس من ذرية الرسول أو ذرية بني هاشم عائلة الرسول. هذا طبعا آل محمد هم الصحابة، لكن هم بدأوا يحرفوا تحريف بسيط ان آل محمد مقصود بها ذرية بني هاشم عائلة الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. طب هيحصل ايه؟ بالفعل هيحكم العباسيين وهيستمروا في الحكم 500 سنة. الدولة العباسية الجديدة اللي أخذت الحكم استنادا إلى صلة الدم وليس الكفاءة ولا الجهد سينشأ لها معارضة أيضا 30%. فبدأت المعارضة تقول لا، استنادا إلى قاعدة الأقرب دما للرسول، القاعدة المبتدعة هذه المزيفة، فإذا أحفاد علي بن أبي طالب سواء أحفاد الحسن أو الحسين هم الأحق بالحكم. لماذا؟ لأنهم أبناء فاطمة، ما هي فاطمة رضي الله عنها تزوجت سيدنا علي وأنجبت الحسن والحسين. وهنا هتنشأ حاجة اسمها العلويون، لا صلة لهم بالعلويين الموجودين في سوريا، لكن هنا المقصود ذرية سيدنا علي من النسب. يعني هيحصل بعد كده إن واحد من حفيد سيدنا الحسن يذهب إلى مصر، فالمعارضين للحكومة هناك يلتفون حوله ويقولون له هيا نخلع الحاكم ونجلسك أنت. لما هو وأسرته يضعفون في الحكم تأتي ناس من عامة الناس ويقولون والله الإسلام ليس فيه وراثة للحكم، نسقطك ونأتي بآخر. واحد من أحفاد سيدنا الحسين يذهب إلى المغرب فالناس تلتف حوله. يظهر مع مرور الزمان واحد يذهب إلى نيجيريا ويقول أنا من أحفاد سيدنا الحسين ووفقا لقاعدة الدم أنا الأحق بالحكم. وبدأ أحفاد الحسن والحسين يؤسسون دويلات، دويلة هنا ودويلة هناك، دويلة كبيرة دويلة صغيرة. فعلا في بعض أحفادهم حقيقيين وبعضهم مزيفين إلى آخره. يعني طبعا من الأمور التي ظهرت أن العباسيين قالوا لا، نحن جدنا العباس وهو أقرب للرسول من علي، لأنه الأقرب لك من؟ عمك أم ابن عمك؟ لا، الأقرب لك عمك في القرابة في الميراث في كل شيء. والعباس هو الذي حمى الرسول بالسلاح والسيف يعني سيدنا العباس له دور كبير في التاريخ الإسلامي. إذن احنا لما بنتحدث هنا عن الشيعة كانوا هذا تشيع سياسي، يعني يقولون الحاكم يكون من بني هاشم. نموذج للتشيع السياسي الأردن مثلا، الأسرة الحاكمة في الأردن الملك الموجود يقولون نحن من بني هاشم. طيب أنتم لكم آراء في الإسلام غير حاجة؟ لا. طب أنتم لأنكم بني هاشم تستحقون الحكم؟ يقولون لا. بل يعني كوننا من بني هاشم يعني يجعل كفتنا ترجح، لكن هل الرسول أوصى أن الحكم يكون فيكم؟ يقولون لا. ونفس الموضوع ملك المغرب يقول نحن من ذرية علي بن أبي طالب. طيب هل أنت الرسول أوصى أن الحكم يكون في ذرية علي؟ لا، يقول لك ملك المغرب يقول لك لا. إنما يعني هكذا يعني أفضلية، النسب أعلى يعني فهذا اسمه إيه؟ كان ده هو اللي بيحصل في ذلك الوقت، التشيع السياسي وليس التشيع العقائدي. هنأتي بعد ذلك للرافضة اللي هم يرفضون أبو بكر وعمر وتكفير المسلمين اللي هي إيران حاليا. طيب فإحدى الفرق الشيعية الصغيرة، طبعا كل واحد بقى إيه، واحد مثلا من أحفاد سيدنا الحسن فيقول لا، مفروض الإمام يكون من أحفاد سيدنا الحسن وليس من أحفاد سيدنا الحسين. مجموعة أتباع واحد من أحفاد سيدنا الحسين في العراق مثلا أو في مصر، لا لابد يكون الإمام من إيه، من نسل سيدنا الحسين وليس من سيدنا الحسن. ويقعدوا بقى يعني مجادلات قانونية. كما نحن الآن لما بيحصل نزاع الحكم أو بنعمل انقلاب عسكري فبنأتي برئيس المحكمة الدستورية وبنطلع فتوى من المحكمة وفتوى من المحكمة الدستورية. ليه؟ لأننا بنستند في الحكم إلى القانون والدستور. طب الحكم يستند للإيه؟ للإسلام. فهنبدأ نبحث عن شرعانة وضعنا. احنا عملنا انقلاب عسكري، نجيب القضاء يفتوا لنا ان الانقلاب العسكري ده كان عظيم وقانوني دستوري وكل حاجة. فالجماعة دول أيضا بيعملوا إيه؟ شرعانة للإيه؟ لوضعهم. إن احنا لماذا أحق؟ بس السند اللي إيه؟ إن سند الدولة دي الإسلام.
فالخلافة الراشدة والأموية كانت بتقوم على أساس الإسلام للكفاءة، الحكم الكفاءة غير الحكم للدم. طيب هيجي فرقة شيعية صغيرة تقول إنه إما بيكونوا في نسل سيدنا علي، وسيدنا علي هيكون بعد اللي هم الاثنى عشرية، الحسن الحسين، وبعدين علي زين العابدين، محمد الباقر، جعفر، موسى، جعفر، علي الرضا، محمد، علي، الحسن العسكري. 11 إماما، وإن كل إمام هو الإمامة وراثة، لما الإمام يموت هيأتي إمام آخر، ومفروض لما الشعب يجتمع حوالينا نسقط الخليفة العباسي ونجلس نحن مكانه. فحدث إنه الحسن العسكري اللي هو آخر واحد، هذه رسمة للحسن العسكري، توفى 260 هجرية، لم ينجب، إما إنه لم يتزوج أو إنه كان عقيم، لأنه توفى شاب عنده 26 سنة. فهنا أسقط في يد الشيعة اللي هم يقولون المفروض هو يكون الإمام. لماذا؟ لأنه كده اتضح النظرية غلط. النظرية تقول إن لابد يكون الحسن العسكري ابن، وإن هذا النسل سوف يستمر إلى يوم القيامة، والأئمة في نسل الحسين ثم زين العابدين ثم الحسن العسكري إلى آخره يعني. فهنا عندما تصبح النظرية مصادمة للواقع، إما أن احنا تموت النظرية ونحكم عليها أنها خاطئة، أو نفترض بواقع خيالي بقى. فهناك مجموعة قالوا لا، احنا سنفترض أن للحسن العسكري ولد، وسنفترض أنه تعمد إخفاؤه عن الناس ولم يخبر أحدا. طيب هذا الولد اللي هو هيكون اسمه المهدي، يعني هذا الولد أليس له أخوال؟ يعني أمه لما حملت به وبطنها كذا، يعني أختها لم تزورها، خالتها، عمتها، أي حاجة. فقالوا لا، ده هي أمه اسمها نرجس، هي جارية من الروم، يعني ليس لها أصل ولا نسب، ولم يزورها أحد ولم يزور أحد، ولا الولد عمره بكى ولا شيء منها، ولا الجيران هن ولا أي حاجة. فافترضوا أن هناك ابن للحسن العسكري. لماذا؟ لأنه في حاجة اسمها السفراء الأربعة. هؤلاء كانوا مجموعة نصابين حرامية بتوع فلوس، كانوا يأخذون الأموال من الناس على أساس أنهم سيعطونها لابن الحسن العسكري اللي هو محمد الذي سيكون اسمه الإمام المهدي، وغير موجود يعني. فيظلوا فالناس بعضهم يقول أنتم نصابين، أنتم حرامية. فكانوا يقولون لا، هناك أدلة أنه هو موجود ومختبئ في السرداب ونحن الذين نصل إليه. فيقولون أليس ابنك مريض سوف يشفى؟ أليس كذا؟ كما يحدث الآن في المشعوذين وحضروا العفاريت إلى آخره، وتذهب إليهم ويقرؤون الفنجان وسوف يحدث كذا وكذا. فهذه أدلة يعني. فإذا هذه الفرقة فرقة ضعيفة ميتة، خلاص يعني كانت ستتبخر أصلا نهائيا. ماذا حدث؟ هنا قالوا أن المهدي نزل فين؟ في باطن الأرض، في نفق أو في خندق أو حفرة في العراق في سامراء، ولم يخرج، وإنه هو لا يتصل مع أحد إلا 4. احنا قلنا الحسن العسكري توفى 260 هجرية. بعد ذلك ب70 سنة تقريبا هتنشأ دويلة فارسية مجوسية اسمها الدويلة البويهية. هؤلاء قالوا نحن من أحفاد يزدجر آخر ملك للفرس الذي قتله المسلمين في عهد مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. ولذلك ملل إيران يسبون سيدنا عثمان وطلعوا أكاذيب عنه، أنه عين أقاربه وأعطاهم، كلها أكاذيب يعني، خصص لها حلقة يعني. طيب الدولة البويهية هؤلاء طبعا في ذلك الوقت يا جماعة بيتكلم 260 هجري، ممكن 50% من سكان إيران لا يزالون مجوس يعبدون النار ويحنون إلى العهد الفارسي. يعني أنت اليوم إذا ذهبت بجيش وسيطرت على موسكو، هل بعد 200 سنة كم سيكون سكان موسكو روسيا أسلموا؟ 30%، 40%، 50%. ففي كتلة سكانية ضخمة لا تزال على دينها القديم، وهذا اللي حاصل في بلاد فارس. فهؤلاء ادعوا نسبا ليزدجر، صحيح خطأ مش مهم، المهم انه بيقول انا فارسي. فايها الفرس المجوس عليكم انه اتبعونا، يعني نحن احق بالحكم لنا كذا. طيب في دويلات مجاورة، الدولة الصفارية، الدولة السامانية، الدولة الزيرية، وإمارات صغيرة كثيرة. وكثير من هذه الإمارات والدويلات الصغيرة دويلات شيعية،
يعني يحكمها أناس من ذرية علي بن أبي طالب، اللي من ذرية الحسن واللي من ذرية الحسين، ما هو أصبح في أحفاد كثر. فأهل مدينة يتجمعون حول شخص ويخلعون الحكومة المركزية ويعلنون انفصال وهكذا، يعني فوضى في فارس. وطبعا هذه الدويلات وهذه الدول بتدخل في حروب، كل يريد أن يتوسع على حساب الآخر، فبيثور جدل حول شرعية الحاكم. فالحاكم شرعيتي أنني من ذرية الحسن بن علي، أو أنا من أحفاد فاطمة الزهراء، إلى آخر قصة الدم. فبني بويه ماذا يفعلون؟ يريدون أيضا أن يجدوا صلة في نظرية الدم التي اخترعت، فبحثوا عن شرعية فقالوا إذا نحن دولة من لا إمام له، ده فيه الإمام المهدي، ونحن سنحكم نيابة عن هذا الإمام المهدي حتى يظهر، يعني هو مختفي خائف لا يقتل، فاحنا هنبدأ نشيع العدل ونتوسع في البلاد ونسيطر إلى آخره حتى يظهر هذا الإمام المهدي. وفعلا المسألة صارت 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة إلى آخره، وأصبحت الدولة عندها شرعية وفقا لنظرية الدم. فالدولة البويهية حتى سيطروا على بغداد، قم، طهران إلى آخره، يعني توسعوا زي ما أنتم كما ترون. لكن الناس أصبحت تتندر وتسخر من المهدي الذي لا يظهر أو الغير موجود أصلا. فهنا لجأ البويهيون إلى اختراع أحاديث شريفة وألصقوها بالرسول، ومقولات وألصقوها بسيدنا علي بن أبي طالب، أنه سوف يكون هناك رسول اسمه محمد، وأنه هو سيوصي بالإمامة لعلي، وعلي سيوصي للحسن، والحسن سيوصي للحسين، وأن هذا التوريث من الله عند خلق آدم، وأحاديث وفبركات كثيرة. الأمر يشبه في زماننا هذا لما يأتي مثلا ملك ولا انقلاب عسكري عاوز يعدم الناس، فيأتي بفتوى من المفتي، فالمفتي يقول أنه تفسير للقرآن كذا، لكنه لا يخترع آية جديدة. هؤلاء بقى كانت الخصة والوضاعة أنه يفبركون أحاديث ويلصقونها بالرسول. الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، يعني الحسن والحسين أصبحوا أعلى من سيدنا أبو بكر، تخيل. طيب أنه الرسول قال العلم مدينة وعلي بابها، وأحاديث كثيرة بهذا المنظر يعني. طيب وأنه لابد ننتظر المهدي، لأنه ربنا نص من فوق في اللوح المحفوظ أن المهدي هو اللي هيكون الإمام، ولا يجوز أن أحد يكون مكانه إمام. ما هناك المعارضة في دولتهم تقولون إذا طالما المهدي هذا غير موجود سلموا الحكم لأي من ذرية علي بن أبي طالب، فيقولون لا، ده فيه حديث أنه كان لا يجوز أن حد يغتصب الخلافة من المهدي إلى آخره. فهمنا القصة. ولذلك حتى البويهيين لما دخلوا بغداد والخليفة العباسي هذا مسلم سني فكروا يعزلوه، فرجال الدين قالوا أنتم مجانين تعزلوه، فسيأتي العلويين أحفاد علي ويقولون نحن أحق منكم أيها البويهيين. فبدأ الجماعة دول يشتغلوا على فبركة، فمما فبركوه الكتب الأربعة اللي هي الكتب الشيعية المؤسسة للعقيدة المجوسية الإيرانية، واللي نشروها في العراق ونشروها في سوريا ونشروها في اليمن إلى آخره. كتاب اسمه الكافي، من لا يحضره الفقيه، تهذيب الأحكام، الاستبصار، كلها جرى تأليفها في عهد الدولة البويهية بتكليف منها. وأيضا كتاب المستدرك للحاكم الذي زعم أنه هو بيؤلف هذا الكتاب يعني ضمن كتب الحديث المسلمين السنة، هو شيعي يعني. في محاضرة قيمة للدكتور طه الدليمي عن ذلك، اكتب الدكتور طه الدليمي على اليوتيوب المستدرك للحاكم، كله كتاب أحاديث فبركات شيعية يعني. الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة إلى آخره يعني. فهنا مثلا كتاب الكافي ده ألف واحد اسمه الكليني، ده 321 هجري يعني مع نشأة الدولة البويهية في عهده. كتاب التهذيب للطوسي 413 هجري في عهد الدولة البويهية. الاستبصار أيضا للصدوق، من لا يحضره الفقيه الصدوق. وفبركوا بقى فبركات أنه أصبح المهدي والأئمة الاثنى عشر سيدنا علي إلى آخره هؤلاء هم 12 إله عمليا، هم أهم من الرسول، هم إلى آخره. هم الأخطر من مؤسسي هذا المذهب واحد اسمه الشيخ المفيد، هذا بدأ يكفر المسلمين ويستحل دمهم.
ان ابو بكر كافر وعمر كافر الى اخره، وان كل الدويلات الاسلاميه القائمه هذه حتى الشيعيه منها كافره ويجب نقتلها. فايها الجيوش الشيعيه المجوسيه هيا نقتل كل المسلمين، وان المهدي لما يخرج سيقتل كل المسلمين وسيهدم الكعبه. والناس طبعا بدأ الفقهاء يحتجون بالقرآن، أنتم كذبون يا إبراهيم، فقالوا والله هذا القرآن محرف، وألفوا طبعا الكتب الأربعة دي كلها تقول القرآن محرف، وأن هناك قرآن آخر هو الصحيح هو الذي مع المهدي في الكذا. الناس طبعا بتتجمع في صلاة الجمعة وكذا، فأبطلوا صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة ملغية حتى الآن في إيران وفي العراق وفي البلاد الشيعية، تقام في مسجد يكون على بعد كل مسجد ومسجد 6 كيلو، يعني عمليا لا يوجد صلاة جمعة. وأباحوا الزنا تحت مسمى زواج المتعة، بهدلوا الدنيا، يعتبر كل شيء في الإسلام لغوه، هي ديانة إباحية بحتة الديانة المجوسية في إيران. عدا الصلاة، ما فيش صلاة، لا تصلي، ولما تموت هتعطي للمرجع الديني فلوس وخلاص. أهم حاجتين، تدفع الفلوس الخمس 20% من دخلك الضرائب، والإسلام يقول 2.5%. طيب أيضا حرموا الثورة على الحاكم، خلاص بقى بني بوي حاكمين، فلا يجوز انك تثور تفعل شيء، إن لما المهدي يأتي سنثور. هنا برضو الناس يكذبون، فبدأت الدولة البويهية توجد أدلة مادية على أن المهدي شخصية حقيقية وموجودة. فظهر في مكان اسمه جمكران قريب من قم شخص ادعى أنه هو المهدي، جاءه في البيت وطرق بابه وقال له تعالى ابني مسجد في هذه الأرض، فذهب فوجد المهدي ومعه ناس والفجر ومنورين في الظلام إلى آخر قصة خرافية. فجرى بناء المسجد، وادعوا أنه بقى في البئر هذا وترسل للمهدي وهكذا، يعني أدلة مادية على أنه المهدي موجود. لا ده في ناس رأته، وتخلق القصص والأساطير، وفي مسجد كمان يجسد ويؤكد أن فيه المهدي. المهم بدأ هم يلفقوا أحاديث لشرعية النظام الحاكم، وجعلوا سيدنا علي في منزلة الله، وجعلوا الأئمة الاثنى عشر دول طبعا الأئمة الاثنى عشر دول سنة أصلا، خلي بالكم مسلمين سنة. طيب في بقى هنأتي للطائفة النصيرية في سوريا اللي منها بشار الأسد. احنا ذكرنا ان فيه 4 سفراء للمهدي غير موجود، في واحد منهم اسمه محمد ابن نصير. هذا قال لهم خلاص انسوا المهدي، ونحن هنعتبر أن علي هو الله ولم يمت وكذا، فسميت الطائفة بالنصيرية اللي هي منهم بشار أسد في سوريا. طيب طبعا بعد انهيار الدولة الأموية وجاءت دولة السلاجقة، مسلمين أتراك سنة، يعني هدموا ده كله، والمسجد جمكران ده خلاص. يعني مرت الأيام والأمريكان قرروا إحياء هذه العقيدة الميتة. طبقا لهذه العقيدة أنه أصبح في شيعة كثر صحيح بحكم الدولة البويهية، وبحكم بعد كده دول شيعية أخرى منها مثلا الدولة الصفوية، لكن الشيعة في حالة السكانة، يعني لا نقوم بثورة لأنه لما يأتي الإمام، لا نفعل كذا إلا لما يأتي الإمام. هنا الأمريكان تلقفوا الفكرة، احنا سنقدم الدين، الأمريكان تلقفوا الفكرة. فكرة ببساطة شديدة أنه العالم الإسلامي مع العالم المسيحي الغربي في حرب 1300 سنة، من 8 هجري غزوة تبوك بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى احتلال اسطنبول 1918. هنا تمكنت الجيوش الغربية، فرنسا، بريطانيا، نيوزيلندا، كندا إلى آخره، من دخول اسطنبول عاصمة المسلمين، وبالتالي تم سقوط آخر دولة للمسلمين، فانتهى الأمر بهزيمة ساحقة للمسلمين، فكيان دولة المسلمين انتهى. وأيضا جرى إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الدول الإسلامية عمليا، يعني فلا دولة للمسلمين ولا شريعة إسلامية تطبق، لكن بقي أفراد مسلمين، مجتمعات نحن يعني. فهذا الأمريكان يقولوا لا احنا نستأصل جيلهم، ماذا نفعل؟ تعرفين الأندلس حصل إبادة للمسلمين، وبلغاريا والقرم والبوسنة والهرسك إلى آخره، والفلبين. فتفتق الذهن الأمريكي نقوم بتثوير العقيدة الشيعية المجوسية الإيرانية، أنه نعمل لهم دولة، وهذه الدولة تقوم على فكرة المهدي، والمهدي بيكفر المسلمين ويجب قتلهم، ويبدأ نعمل ميليشيات إيرانية شيعية تقتل وتدمر في المسلمين. فدمروا العراق واليمن وسوريا وكذا. في حلقة حصلت على ذلك، اكتب صبر مشهور الفقه الجعفري على اليوتيوب ستجد هذا، لأنه الدولة البويهية قالت نحن بقى بننتسب إلى جعفر الصادق، كله كلام كذب طبعا، جعفر الصادق بريء رضي الله عنه.
وأتوا طبعا الأمريكان أعادوا الخميني من فرنسا. الخميني ماذا يفعل بقى؟ وجد تخريجة، بما أنه الشيعة لا يثورون انتظارا لما المهدي يأتي والمهدي لن يأتي، فقال لا، إلى حين قدوم المهدي كيف نترك الإسلام والمسلمين هكذا؟ يقصد الشيعة يعني. فهناك من يقوم مقام المهدي، نائب المهدي يحكم نيابة المهدي، لأن يظهر لهم مين؟ اللي هم رجال الدين الشيعة أو المراجع، والمراجع الإيرانيين يعني. كل المراجع إيرانيين، لا يوجد أي مرجع من أي جنسية أخرى، لا عراقي ولا لبناني ولا يمني ولا أذربيجاني ولا باكستاني. ما أمريكا عاوزة تخصص إيه؟ في كبير نكلمه، احنا هنقعد نجري ورا واحد في أذربيجان ونجري ورا واحد في باكستان ونجري ورا واحد في العراق ويغلبونا؟ لا، فاحنا نخلي كلهم في إيران وخلاص المخابرات الإيرانية تدير حركتهم يعني. فبدأ هذا الخميني بقى، مفروض الخميني إيه؟ يقول بقى طالما إنه المهدي هذا لم يظهر، فاحنا نبحث عن أي واحد من ذرية علي بن أبي طالب وهو يحكم وخلاص لحد ما المهدي يجي. فهنا طبعا لا، احنا كده هنصبح رهنا لذرية علي بن أبي طالب. فقال لا، ده احنا هنعمل أي شيخ شيعي طالما عنده علم وعادل وكذا يحكم. فهو ولاية الفقيه، الفقيه يتولى الحكم إلى حين ظهور المهدي، فنحن نحكم باسم المهدي. طب ومين هيختار الفقيه؟ قالوا هنعمل انتخابات وشورى يعني كما فعل أبو بكر الصديق. ما هو كده أنت رجعت للسنة، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، أنت رجعت الانتخابات وسنة. قالوا لا لا لا. فهم طبعا خدوا الجزء السياسي من المسلمين السنة وأبقوا على جزء المهدي، وإن هو المسلمين كفر ويجب قتلهم وأبو بكر ملعون والسيدة عائشة في النار إلى آخر الإيه؟ السردية. فهنا حصلت ثورة الخميني. طيب الخميني كما تقرؤون الدستور الإيراني يقول ان احنا هذه الدولة والجيش الإيراني والحرس الثوري والمخابرات إلى آخره هدفهم ظهور المهدي، وعندهم في إيران تحت الأرض طلعوه يعني. أهو خايف من إيه؟ قال له جيوش أهو مسيطر على دول أهو، إيران والعراق وسوريا واليمن ولبنان، عندك إمبراطورية، اطلع بقى يا عم المهدي. لا، قالوا مش عارف متى يظهر يعني. فالخميني والمجموعة بتاعته قالوا لابد نؤكد على ان المهدي موجود فعلا. فماذا فعلوا؟ اعادوا بناء هذا المسجد وحفروا البئر من جديد وبدأوا يدعوا الناس له. فهنا كما تشاهدون مبنى ضخم جدا عملوه يعني كأنه الكعبة، ورفعوا عليه الهدف بتاعهم الثأر للحسين، الانتقام للحسين. ممن؟ قالوا المسلمين السنة هم قتلة الحسين. فيذهب مثلا الى تركيا ويقتل في تركيا. طب هؤلاء اتراك لماذا تقتلهم؟ يقول لك ما هؤلاء قتلوا الحسين. يا عم هم ما كانوش اصلا موجودين في عهد الحسين. يذهب للمغرب، يذهب الى نيجيريا. طب هي نيجيريا قتلت الحسين؟ ما هو ربنا يستر على الشعب النيجيري يعني. مخابرات الايرانيه حاجه كارثه يعني، الميليشيات الايرانيه حاجه فظيعه يعني. فدمروا سوريا، دمروا اليمن، قالوا اليمن قتلت الحسين. فكل المسلمين يعني وفقا لعقيده المهدي ان كل المسلمين كفره وقتلهم هذا يجعل المهدي يظهر، لانه المهدي خايف من يخشى المسلمين، فهمنا؟ وهدم الكعبة إلى آخره. ورفعوا الانتقام للحسين. طب الانتقام لعلي لا يهم، الانتقام لعمر بن الخطاب لا يهم، وخلاص ما هو الذي قتل عمر بن الخطاب في وقته وخلاص يعني. أنا أحاسب اليوم واحد بيعبد النار في إيران على مقتل عمر بن الخطاب من 1400 سنة؟ لا. القرآن يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هؤلاء لا يحفظوا القرآن ولا يؤمنون بالقرآن أصلا، هم يقولون إنه محرف يعني. هنا الرئيس الأمريكي بايدن قال إنه أنا فعلا درست عقيدة المهدي وهكذا. ده الاهتمام الامريكي بهذه العقيده. تعالوا نسمع. In my home, my library, you'll see there's a lot of contemporary theology and comparative theology, and I've just been interested in my whole career. And I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. So I went out and I hired a full professor, طيب ختاما يا جماعه، هنا الدستور الايراني المادة 5 تقول في زمن غيبة الإمام المهدي اللي هو في السرداب يعني، عجل الله تعالى فرجه، تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة يعني الحكم يعني في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقا للمادة 107. طب وأين أهل البيت؟ في الزبالة خلاص. يا عم أنت قتلت ملايين المسلمين تحت مسمى نقتل المسلمين من أجل أهل البيت. سلم الحكم يا عم، يعني بتوع إيران دول سلموا الحكم لأهل البيت. لا، سلموا لذرية
ذرية الحسن والحسين. طب أقارب المهدي، أولاد عم المهدي، سلموا الحكم له. مسألة أنت أمام تنظيم مخابراتي في صورة مشايخ ورجال دين، وفي الآخر يتبعوا أمريكا يعني. طيب وطبعا أمور تدار بالتنسيق مع روسيا إلى آخره يعني. طيب هنا كما نشاهد عمليات البناء اللي بدأها الخميني. طبعا من الأمور إنه أين تذهب هذه الأوراق، وطبعا البئر هذا بيسد، فبينزلون تنظيفه، وبعدين المراجع هناك في إيران يقول والله هذه خرافات والناس بتفعلها. طبعا يعني على استحياء، يعني خرافات مين؟ ده أنت كمؤسسة حفر البئر في قلب الجامع تحت إشرافك وحاطط عليه غطاء إلى آخره. يعني هل هذا من عامة الناس؟ ده واحد من كبار مراجعهم مشايخه. وبعدين مين اللي عامل البير والخشب والتنظيم والكذا؟ إذا هي خرافات اتفضل شيلها، وكل عبارات المهدي إلى آخره. والمسجد نفسه، وأنت بتقول بيسموه كده، يسموه في إيران مسجد جمكران المقدس. مقدس في إيه؟ وهو أحسن مقدس من الكعبة؟ نعم عندهم، فسميه اسم تاني ولا تقول مقدس، لأنه المقدس هو بيت المقدس، والمقدس الكعبة، والمقدس مكة والمدينة يعني. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب ألف عالم باكستاني اسمه إحسان ظهير الدين، قتلته إيران، عن أهل البيت، وبيفضح كيف أنه ملال إيران يكرهون أهل البيت أو ذرية سيدنا علي بن أبي طالب. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. هنا فهرس فيديوهات على اليوتيوب، أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.